يا ترى مين الراجل اللي خلى الدولة العثمانية تبقى إمبراطورية، اللي فتح أول عاصمة وضرب البيزنطيين في قلبهم، واللي أسس أول جيش نظامي في الدولة العثمانية؟ مش عثمان، لا ده ابن أورهان ابن عثمان. في الفيديو ده هنحكي لك حكاية الراجل اللي نسيه كتير من الناس، بس التاريخ عمره ما هينساه. أورخان اتولد عام 1281 ميلادية، وكان تاني ولاد عثمان بن أرطغرل. كان هادي بطبعه مش زي أخوه الكبير علاء الدين اللي كان بيميل للعلم والدين، بس أورخان كان فارس شجاع بيعرف يخطط وبيعرف ازاي يقود جيش. عثمان شاف فيه الإمبراطور اللي هيكمل المسيرة من بعده، وقال الكلمة اللي اتكتبت في كتب التاريخ: الدولة ليك يا أورخان، وأخوك هيبقى وزيرك. وفعلا أورخان بقى السلطان بعد موت أبوه عثمان عام 1326. أول حاجة عملها أورخان كانت ضربة قوية جدا للبيزنطيين، فتح مدينة بورصة وخلاها أول عاصمة للدولة العثمانية. ليه بورصة بالذات؟ لأنها قريبة من البحر، فيها تجارة وفيها فلوس وفيها موقع استراتيجي. ومن اللحظة دي الدولة العثمانية بقت مش قبيلة، بقت كيان حقيقي بيهدد كل اللي حواليه، مش بس مقاتل. أورخان كان منظم بشكل غير عادي، أسس أول جيش نظامي في التاريخ الإسلامي اللي بعد كده اتعرف باسم الانكشارية. وإيه كمان؟ عمل عملة خاصة بالدولة، فتح مدارس، نظم القضاء، يعني بدأ يبني دولة فعلا مش مجرد فتوحات. فتح مدينة نيكوميديا عام 1337 ميلادية اللي هي النهاردة اسمها إزمة في تركيا. المدينة دي كانت في قلب الإمبراطورية البيزنطية، وده كان إعلان رسمي للدولة العثمانية إن هي بقت قوة إقليمية كبيرة، والخطر الحقيقي على أوروبا بدأ يظهر. أورخان كان أذكى من إنه يعتمد على الحرب بس، جوز ابنه مراد من بنت إمبراطور بيزنطة، بقى صهر الإمبراطور، ودخل جوه أسوار بيزنطة من غير طلقة واحدة. وده كله كان ذكاء سياسي مش طبيعي. أورخان كان متواضع، بيحب العلم، وكان دايما يستشير العلماء قبل ما ياخد أي قرار. فضل يحكم الدولة لمدة 35 عام، ومات عام 1362 عن عمر 81 عام. وكانت جنازته مهيبة، واتدفن في بورصة، المدينة اللي فتحها بنفسه. ومات بس ساب لنا دولة عظيمة بجد. والنهاردة لما نسمع عن المجد العثماني لازم نفتكر أورخان، المؤسس الحقيقي اللي حط أول حجر في إمبراطورية استمرت 600 عام. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، وقول لنا في الكومنتات تحب الحلقة الجاية عن مين. سلام.